مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وانتم طيبين. يلا نجهز حاجة الصيام. النهاردة هوريكم طريقة عمل أكلتين صيامي من غير قلي، من غير زيت، من غير تعب. النهارده هنعمل فطيرة صيامي حلوة قوي للعشاء، رهيبة بجد بجد، طعمها خطير. من نفس المكونات هنعمل ألذ بانيه وناجتس صيامي من غير قلي، من غير تعب، من غير دهون، زي ما انتوا شايفين. خطير رائع جدا جدا، ولا بانيه وناجتس شركات. حاجة حلوة قوي قوي. تابعوني من النهارده ان شاء الله لحد ما يخلص الصوم بإذن الله. كل يوم وصفة صيامي جديدة نباتي رهيبة جدا جدا. وهراعي قوي قوي حتة ان احنا نقلل في الزيت على قدر الامكان، عشان خاطر الناس اللي بتتعب من الزيت. وهنراعي كمان التجديد والتنويع. والنهاردة برضو هعمل لكم البانيه والناجتس، وتستنوني بقى في حلقات الجبن والكفتة والفطاير والمعجنات والحلويات. يعني من الآخر كده مش هخلي لكم حاجة ما تتعملش، كل الأكل هيتعمل إن شاء الله بطريقة حلوة وجميلة وسهلة واقتصادية وصحية. أهم حاجة صحية. ما تقلقوش خالص من موضوع القلي والزيت والناس اللي بتتعب من الزيت. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، أتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر. فعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان كل ما انزل وصفة تنزل لكم. اهم حاجة اللايك والاشتراك، وفعلوا الجرس على كلمة الكل. اول مكون عندنا هو الفاصوليا. انا جبت كوباية من الفاصوليا، وهبتدي ان انا انقعها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهسيبها بقى لحد ما تتنقع كويس. انا بحب انقعها من قبلها بليلة، يعني بتسهل ومتاخدش سوا كتير، وفي نفس الوقت متستهلكش غاز كتير على البوتاجاز. وبعد كده ببتدي ان انا ارفعها على البوتاجاز لحد ما تستوي. طبعا الحاجات اللي هنشتغل بيها لازم تستوي او تكتمل النضج بتاعها، تستوي للاخر، ما تبقاش نص نص، تبقى مستوية للاخر. وبعد كده بنجيب بقى كوباية برضو من الحمص، ونبتدي ان احنا نسلقها بالشكل اللي انتوا شايفينه، علشان خاطر بقى تبتدي ان هي برضو تتسلق معانا. انا بستخدم المقادير اللي انا بستخدمها دي بتعمل كمية كبيرة، يعني ممكن تضاعفوا الكمية لو حابين، او لو مش فاضيين تشتغلوا كل شوية. لكن لو حابين تعملوا اول باول مفيش مشكلة، عامة بيقعد في الفريزر مش بيحصل له اي حاجة، نفس الطعم اللي عملتيه بيه اول مرة. وهنسلق الحمص بنفس الطريقة، ويفضل طبعا الحمص برضو نكون نقعينه. الفاصوليا بتستوي جدا، الحمص بيستوي جدا. بالنسبة للفاصوليا والحمص اخترت الحاجتين دول بالذات علشان دول ليهم قدرة تماسك غير عادية لما بيبتدوا يتشكلوا. وطبعا هستخدم معاهم البطاطس. البطاطس بتبقى حلوة جدا في البانيه، بتدي كده طراوة يعني. هي الحاجة اللي هي بتبقى جوسي وطرية جوه البانيه، فلازم طبعا نستخدم البطاطس. كل كوباية من الفاصوليا وكوباية من الحمص بياخدوا كيلو من البطاطس، فانتوا يعني دي كمية زي ما قلت لكم لا يستهان بيها، كمية كبيرة. بجيب بقى حلة وابتدي ان انا اهرس المكونات دي. لو عندي هاند بلندر هسهل معايا، مش عندي ممكن على فكرة، طالما ان هما غلوا كويس او اتسلقوا كويس، ممكن يتهرسوا حتى بالايد. يعني انا موصلاهم لدرجه كبيره جدا في السوا. وهبتدي ان انا اهرس الاتنين دول مع بعض، وانزل عليهم بالبطاطس. كله ده بيتهرس مع بعضه. لو عندي زي قلت لك هاند بلندر يبقى هيسهل معايا، ما عنديش ممكن الخلاط، بس الخلاط بيحتاج ميه، فانا مش عايزه الخلاط خالص عشان مش عايزه جواها سوائل. ممكن هاند بلندر او مضرب او ايدك. انا اهو عاملاها بايدي عشان محدش يقول ما عنديش ده. طبعا هتلاحظوا ان القوام ابتدى يسيب كده شويه. ايه بقى اللي هيربط القوام كده ويمسكه في بعض ويدينا بانيه مقرمش وجميل؟ هو قبل ما نحط المكون ده هنبتدي ان احنا نجهز الخلطه بتاعت البانيه. هنجيب نص كوبايه من الميه، طبعا احنا مش هنستخدم بيض ولا لبن. هنجيب نص كوبايه من الميه ونحط فيها البهارات بتاعت البانيه، ملح وفلفل وشطه وتوم باودر وبصل باودر على جنب كده. دول اللي احنا هنعمل بيهم البانيه. وهنحط معلقتين من الدقيق، وهنبتدي ان احنا نقلبهم مع نص معلقه من النشا عشان تدينا قرمشه، وتبقى الحاجه كده كريسبي من بره وجميله جدا. ده الحاجه اللي من بره. طب تعالوا نشوف بقى الكفر
الكفر اللي من بره اللي احنا هنعمل بيه البانيه بتاعنا. طبعا الكفر هنشكله، بس قبل ما نشكل الكفر تعالوا نشوف العجينة. العجينة انا حطيت لها نص كوباية من البقسماط المطحون علشان توصل للقوام اللي انتوا شايفينه. نص كوباية من البقسماط المطحون اولا بتدي مضاعفة للكمية، ثانيا بتدي تشكيل حلو جدا زي ما انتوا شايفين، مش بتبقى سايبة، ثالثا بتخلي الحاجة تمسك. جربوا الطعم بالبقسماط حاجة تانية خالص. بنشكل البانيه زي ما احنا عايزين بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وبعدين بنحطه جوه المية اللي انا عملتها بالتوابل، وبطلعه من المية اللي انا حطيتها في التوابل. اكون مجهزة الكفر بتاعي اللي هقول لكم عليه دلوقتي. الكفر بتاع البانيه عشان يبقى كريسبي وحلو ليه شوية مكونات كده حلوة كده هنحطهم فيه، وشوية بهارات هتخلي الحاجة حلوة جدا. هنطلعه على طول على بقسماط مطحون، والبقسماط المطحون كل كوباية بتاخد معلقتين كبار من النشا برضو معاهم. وطبعا البهارات اللي حطيناها في المية هي بنحطها في الكفر، وبتطلع بالشكل ده. طبعا اهم حاجة بعد ما نطلعهم، انا كده عاملة زي شكل ناجتس، ممكن تعملوه صغير تعملوه كفتة، صوابع زي الكروكيت، مدورة. بصوا شكلوا براحتكم، زي البفتيك كده كبير. بصوا اللي انتوا تحبوه. وانا عملت كذا شكل اهو زي ما انتوا شايفين. تحبوا اللي انتوا تحبوه اعملوه مفيش مشكلة، بس اهم حاجة تدخلوهم جوه الفريزر قبل ما تبتدوا ان انتوا تسووهم. طبعا انا قلت اول فيديو ان ده من غير قلي. طبعا انا يعني هوريكم دلوقتي هو بيتعمل ازاي من غير قلي، لكن الناس اللي حابه تقليه هو بيتقلي مفيش مشكله، بس انا حابه الموضوع يكون صحي. بجيب صينيه عادي وبدهنها دهنه زيت خفيفه جدا جدا، وبحطهم جوه الفرن تحت الشوايه بيستووا من فوق ومن تحت. بديهم رشه زيت، لو عندي بخاخه كده احط فيها زيت واديهم رشه من فوق ورشه من تحت وبس على كده. الطريقة دي صحية واقتصادية، يعني مش بنستهلك فيها زيت، وبتنفع لبتوع الدايت، وبتنفع كمان للناس اللي بتتعب عندها مشكلة في القولون من الزيت والقلي والكلام ده. وزي ما قلت لكم صحية، تطلع رهيبة بجد بجد، يعني خطيرة جدا. يعني زيها زي المقلية تقريبا، مع فرق ان دي بتبقى كريسبي اكتر، بتبقى مقرمشة ومش شاربة زيت خالص، فبتبقى طرية وحلوة من جوه ومقرمشة، فيها طبقة حلوة كده كريسبي من بره. صدقوني ما تحسوش ابدا انه بانيه، ولا ما تحسوش ابدا انه فطاري صيامي، ولا انه مثلا بانيه ما فيهوش لحمة او فراخ. لا، تحسوا ان هو حاجة متكلفة مع طبق السلطة الجميل ده وكوباية الحلبسة. حاجة جميلة جامدة جدا جدا. دي كانت الوصفة الأولى بتاعتنا. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل عشاء خطير ازاي. العشاء التاني أو الوصفة التانية هتكون عبارة عن الفطيرة اللي شفتوها معايا أول الفيديو. شايفين من جوه شكل البانيه خطير جدا جدا، طعمه رهيب رهيب رهيب، وملهوش أي مشاكل صحية، تاكلوه كده في منتهى الجمال. بجيب الحمص وببتدي ان انا اطحنه. الناس اللي هتقولي الكبة هتتكسر، بصي انا اهو الكبة بتاعت الخلاط وخلاط عادي ما اتكسرتش ولا حاجة، بس انت لو خايفة من الكبة بتاعتك تتكسر، ادي الحمص نص سلقة وحطيه في نص كوباية من المية واطحنيه في الخلاط. يبقى كده انت ضربتي عصفورين بحجر واختصرتي خطوة كاملة. او بتروحي السوبر ماركت تشتري حاجه اسمها دقيق الحمص. هو ده شكله، دقيق الحمص بيكون بالشكل ده. انا طحنته في البيت ولا حصل اي حاجه خالص. بجيبه زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اعمل بيه الفطيره بتاعتي. طبعا الفطيره دي اسمها فطيره التلاجة. ليه؟ لان كل حاجه جوه التلاجة تدخل فيها. هجيب معلقتين كبار منها وهنزل عليها معلقه من الدقيق، زي ما انتوا شايفين كده. دي حلوة قوي للناس اللي بتعمل كيتو في الصيام، كيتو دايت في الصيام، ومش عارفة تخس ازاي، او مش عارفة تاكل ايه، محتارة. بجيب معلقة صغيرة من البيكنج باودر وببتدي ان انا احطها عشان تنفش بقى وتبقى زي الاومليت كده، بس حاجة كده صيامي نباتي، ما فيهاش بقى بيض ولا لبن ولا الحاجات دي خالص. وبنبتدي ان احنا نقلبهم كويس كده في طبق، وبعد كده ببتدي اني انا اضيف عليهم المية. الناس اللي هتسلق الحمص طبعا هتكون حاطه ميه من البدايه، لكن الناس اللي هتبقى عاملاه دقيق زي كده هتحط بقى الميه لحد ما يبقى القوام كده، وهتحط بقى ملح وفلفل وشطه وشويه فلفل صغيرين، وهتبتدي ان انت تقلبيهم كده بالشكل ده. وتجيبي بقى كل الخضار اللي عندك في التلاجة. عندك كوسه مبشوره، بطاطس مبشوره، جزر مبشور، عندك شبت وبقدونس ومثلا كزبره خضراء وفلفل، واي حاجه عندك في التلاجة ابشريها، بس اهم حاجه تتبشر تبقى صغيره
صغيرة جدا، بصل، بصوا عايزاها تبقى متقطعة زي كده، وتجيبي بقى وتحطي ميكسات بقى وتحشي براحتك. ممكن كمان تحطي عليها موتزاريلا صيامي، تحشيها بقى موتزاريلا صيامي بعد ما تطلع، طماطم بقى، اللي انت تحبي تحطيه جوه الفطيرة دي حطيه. دي بقى حلوة قوي قوي في العشاء، وحلوة جدا في الفطار، وكمان سناكس في نص النهار جميلة جدا. وكمان كنت تديها لولادك، لو ولادك بيصوموا كبار كده وبيصوموا، تديها لهم في اللانش بوكس، خطيرة. معلقتين صغيرين على كمية الخضار دي بيعملوا فطيرة كبيرة قوي، تملى طاسة كبيرة كده. الطاسة مش محتاجين فيها إلا مسحة زيت خفيفة قوي جدا، ولو مش بتلزق ما تحطيش المسحة دي. وبعد كده بتقلبيها على الناحيتين، بتبقى حاجة رهيبة جدا وخطيرة جدا جدا. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. استنوني كل يوم في نفس الميعاد إن شاء الله على وصفات الصيام الجميلة جدا جدا، إن شاء الله تعجبكم وتنال على رضاكم. كل سنة وأنتم طيبين. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. شكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي. أتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم للقناة. تحياتي لكم بألف هنا وشفا. أشوفكم دايما يا رب على خير قريب.